السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم طريقة تحضير غاناش ديال الحشو والتغليف ديال الكيك ديزاين. تيجي فيه واحد القوام اكثر من رائع وناجح 100%. وايضا وصفة ديال الكراميل اللي تقدروا ديروها في الحشو ديال الكيك ديزاين ديالكم، فيها واحد القوام كريمي وتيبقى بحال هكا مدة ديال شهر واقتصادي. وفي نفس الوقت غادي نشارك معكم الكريمه اللي غادي تعتمدوها كحشوه للكيك ديزاين ديالكم، تيجي فيها واحد القوام وواحد المذاق غزال بزاف. غادي نبداو اول حاجه في تحضير الكراميل. باش يبرد لينا غادي ندير في كاسرونه 200 غرام ديال السكر سنيده، غنديرها على نار اللي غتكون مهيله، وانا كنحرك هكا بالكاسرونه مره مره ملي كيبدا يذوب داك السكر بلا ما ديروا لا معلقه لا حتى شي حاجه. هنا من بعد ما غادي يذوب داك السكر وغادي يتكراميليزا، غادي نزيد عليها 50 غرام ديال زبده سبيسيال. هنا الا ما كانتش عندكم زبده سبيسيال غديروا معلقه كبيره ديال الزبده عاديه مع قبيصه ديال الملحه في الاخير. صافي غادي نخلط هكا بهاد المعلقه الخشبيه حتى غادي تذوب ليا وتنسجم داك الزبده مع هاد الكراميل. واخر حاجه غادي نضيفها هي جوج ديال العلب ديال دانيت بنكهه الكراميل، انا غنوريه لكم في الصوره. من بعد غادي نخلط هاد المكونات كلها مع بعضياتها مزيان مده ديال دقيقه على نار دائما اللي كتكون مهيله، وغادي نصفيه في واحد الزلافه. ضروري تصفيو هاد الخليط هذا باش الا كانت شي حاجه تبقى لكم في الصفايه ويبقى عندكم واحد الكراميل اللي القوام ديالو تيجي ليس. ودابا غادي ندوزو باش نصايبو الغاناش ديال الحشو ديال هاد الكيك ديزاين. هنا عندي 400 غرام ديال شوكولا بلون، بالضبط النوعيه اللي درت هي هادي شوكولا انغوباج. غادي ندوبوها في حمام مريم اولا في ميكرووند. من بعد غادي نزيد عليها 100 غرام ديال الكريمه السائله اللي ضروري خاصها تكون سخونه، وانا تنحرك على هاد الشكل هذا حتى غادي تدخل داك الكريمه في هاد الشوكولا. من بعد ما غادي ينسجموا ليا هاد المكونات بجوج غادي نجيب 400 غرام ديال الكريمه السائله اللي غادي تكون بدرجه حراره المطبخ. ضروري تكونوا خرجتوها من قبل الثلاجه باش تقدروا تخدموا بها. صافي في هاد المرحله هادي غادي نبدا نضيف على 3 ولا 4 ديال الدفعات هاد الكريمه، وانا تنخلط بالماريز حتى غادي نحصل في الاخير على واحد القوام اللي غادي يكون كريمي، وتتكون عندنا غاناش اللي فيها واحد لابغيونس زوينه بزاف. من بعد ما غادي ندخل داك الكريمه كامله في هاد الكميه ديال الشكلاط، وغادي نتاكد انها تخلطات مزيان غادي نغطي هاد الغاناش بفيلم اليمونتير. ضروري خاصو يكون او كونتاكت مع ديك الغاناش كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو. وغادي ندخل هاد الغاناش للثلاجه مده ديال نص ساعه حتى لساعه ديال المكانه تقبط راسها وما تبقاش خفيفه كيف ما شفتوا. ودابا غادي ندوزو باش نصايبوا الغاناش ديال التغليف واللي تقدروا تخدموا به حتى هو في الحشو ديال الكيك ديزاين ديالكم، تيجي لذيذ بزاف. بالنسبه للمكونات ديالو عندي 100 غرام ديال شوكولا نوار غيش، ضروري تكون نوعيه الشوكولات ممتازه بالنسبه لشوكولاته الكحل، مع 300 غرام ديال شوكولا بلون اونغوباج هذاك اللي وريتكم في الاول ديال الفيديو. غادي نديرهم في حمام مائي اولا في الميكرووند حتى غادي يذوبوا مزيان. ضروري هنايا خاص الشكلاط يكون دايب مزيان. غادي نخلطهم مع بعضياتهم. من بعد غادي نزيد عليهم 100 غرام ديال الكريمه ديال الخفق، خاصها تكون بدرجه حراره الغرفه، ما خاصش نهائيا تكون من الثلاجه نيشان تخدموا بها، ما غطلعش لكم الكناج ديالكم زوينه. غادي نقسم داك الكريمه على 2 ولا 3 ديال الدفعات، وانا تنخلط بالماريز حتى كتنسجم ليا هاد المكونات كلها مع بعضياتها. صافي من بعد غادي نغطي هاد الكناش بفيلم اليمونتير بحال اللي درنا الكناش الاول، وغادي نخليه غير على جنب. هذا ما غندخلوش للثلاجه لان فيه الشكلاط الكحل باش ما يقصحش بزاف. ودابا غادي ندوزو باش غادي نصايبو داك الكروستيون اولا ديك الطبقه المقرمشه اللي كيحمق عليها كلشي، خصوصا في الكيك ديزاين. عندي هنا 100 غرام ديال شوكولا غيش نوار، ضروري تكون نوعيه ديال الشكلاط الكحل ممتازه في هذه المرحله. غادي ندوبو في حمام مريم اولا في ميكرو اوند، وغادي نديرو في هاد الزلافه اللي درت فيها 2 معالق ديال الزيت ديال المائده، وغادي نضيف عليها 2 ديال المعالق كبارين ديال البراليني. هنايا راه تمسح ليا المقطع اللي درت فيه البراليني، ها هي راه مازال لاصق في الماريز باش كنحرك. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، وغادي نزيد عليهم 70 حتى 100 غرام ديال الفويتين. هذا هو اللي كيعطينا ديك التقرميشه، وداك الزيت راه ما كيخليش الكاطو ديالكم ملي كتقطعوه يتهرس، يعني داك الزيت بحال كيخلي لنا هاد الكروستيون ديما رطب. صافي دابا غادي نخلي هاد الكروستيون على جنب حتى هو مع باقي المكونات الاخرين، وغادي ندوز باش غادي نجبد الكاناش بلون من الثلاجه. انا تقريبا خليته واحد ساعه ديال المكانه.
وغادي نطربو بالباتور على هذا الشكل هذا مده ديال دقيقه لا اكثر باش ما يتمونطاش. بالنسبه لهاد الحشوه هذه اللي كتشوفوا راه كتجي شي حاجه اكثر من رائعه، لذيذه بزاف. انا متاكده غادي تعجب الكليان ديالكم بالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند ديال كيك ديزاين، وحتى الناس اللي كيخدموا هكا لي غاطو لوليداتهم ولا راسهم في الدار، فانا متاكده غتولي معتمده عندكم. غير جربوها ما غاديش تندموا. هنا من بعد ما كدوز دقيقه وانا كنطرب في ديك الكاناش، كنضيف عليها 3 ديال المعالق حتى ل 4 المعالق كبارين ديال ديك الكاناش نواغ اللي صايبنا في الاول. هانتوما هادشي علاش قلت لكم ما تدخلوهاش للثلاجه باش تبقى عاطيكم الطوع وما تقصحش بزاف. صافي غادي نطرب هاد المكونات بجوج مزيان حتى غادي ينسجموا على هاد الشكل هذا، وتتولي عندي الكريمه ديالي واجده باش نستعملها في الكيك ديالي. هنا راه تقدروا تعوضوا ديك 4 المعالق د الكاناش ب4 ديال المعالق ديال نوتيلا اولا الزبده ديال لوتوس، خصوصا ديك اللي كتكون فيها داك التقرميشه راه كتجي لذيذه بزاف. من بعد ما وجدت كل شيء دابا غادي ندوز مباشره للمرحله ديال المونتاج. خديت لونكيت اول حاجه، درت عليها داك الكادر اللي غادي نمونطي فيه بالنسبه للقطر ديالو 20 سنتيم على 20، وفي العلو ديالو في 4 ديال السنتيم. غادي ندير اول طبقه ديال الكيك، غادي نبانشيها مزيان بالسيرو. بالنسبه للسيرو القاعده ديالو دائما الكميه ديال الماء نصها سكر. انا درت بالضبط 100 غرام ديال الماء مع 50 غرام ديال السكر، درتهم على نار مهيله حتى داب داك السكر، وزدت عليه شويه ديال الفاني باش يتنسم. تقدروا تنسموا باللي بغيتو. صافي كنبوشي على هاد الشكل الكريمه بهاد الطريقه هذه. انا درت البوش، تقدروا ديروا نتوما غير المعلقه، انا غير باش تجيني الطبقه كلها مساويه قد ما تجيش جهه طالعه جهه هابطه. وضروري راه كتقادوا بالسباتول باش تجيكم الطبقه كلها مساويه. من الفوق كندير داك الطبقه ديال الكروستيون، ضروري هنايا كثروا شي شويه باش تحسوا بداك التقرميشه لداخل ديال الكيك. من بعد غادي نضيف كميه ديال الكراميل. هاد الكراميل الا جربتوه غتولي معتمد عندكم، خصوصا الناس اللي كيديروا لي كوموند ديال الكيك ديزاين، فشي حاجه غزاله بزاف. واللي زوين فيه ان كيبقى نفس القوام عنده مده ديال شهر في الثلاجه، ما كيخسر ما حتى شي حاجه. صافي كنبقى غادا مستمر على هاد الشكل هذا. طبقه ديال الكيك كنسقيها مزيان بالسيرو، ومن بعد كندير طبقه ديال الكريمه اللي ضروري كنقادوها بالسباتول على هاد الشكل هذا، وكديروا الاضافات اللي بغيتو. انا في هاد الطبقه هذه درت الكاناش باش يجيوني الطبقات مختلفين ماشي كلشي بحال. عاد درت على طبقه ديال الكاناش كيف ما كتشوفوا شويه ديال الكروستيون، ومن الفوق درت داك الكراميل تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال المعالق ديال الكراميل اللي كيعطي داك الاضافه الزوينه لهاد الكيك هذا. صافي وكتبقى هنا اخر طبقه اللي كتجي من الفوق هي ديال الكيك اللي كنسقيها مزيان، ومن بعد كنغلف بالكاناش كيف ما شفتوا. كاناش اللي هو غزال بزاف وعاطي الطوع في الخدمه. ما حدك انتي كتقادي الكيك ديالك هو تينشف ديك الساعات. في هذا الفيديو ما بغيتش ندير لكم الطريقه ديال التغليف ديال هذا الكيك باش هكا ما نطولش الفيديو اكثر من القياس. غادي ندير فيديو واحد اخر اللي غادي يكون قصير خاص بالتغليف ديال الكيك ديزاين وكيفاش نحصلوا على ديك الحواف الحاده. وهنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. غادي نخليكم مع بعض الصور ديال هذا الكاطو كيفاش جا في الاخير. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا من الفيديو ولو غير شويه. وتهلاو ليا فراسكم والى اللقاء فيديو قادم ووصفه اخرى ان شاء الله. بسلام عليكم.